عاملين ايه؟ هل الاونر اكس 9 سي لسه يستحق انك تشتريه بعد غلاء سعره الفترة اللي فاتت دي، ولا في موبايلات افضل بالسعر ده؟ تعال نشوف. الموبايل جاي بحلقة دائرية موجود فيها الكاميرات مع ظهر وفريم من البلاستيك، ولو هتجيب اللون البرتقاني فهتبقى الخامات هنا من الجلد. الموبايل جاي بوزن 189 جرام مع سمك 8 مللي، والحلو هنا انه جاي بشهادة مقاومة لقطرات الماء الاي بي 65 ام، والاجمد هنا انه مقاوم للصدمات والسقوط من ارتفاع 2 متر، وواخد شهادة بكده من اس جي اس. الموبايل مقاوم للكسر، ولو وقع منك مش هيحصل له اي حاجة، واكيد انت شفت له اختبارات كتيره وفي ناس بترمي وتكسر فيه وهو ما يكسرش. بس نصيحه مني، اوعى تنزل الموبايل ده في الميه ولا تقعد تخبط فيه كده، مش عشان هو مش هيستحمل، ولكن اختبارات دي بتتعمل عشان نثبت لك ان الموبايل فعلا مقاوم لكده. لكن طبعا انت ما تضرش موبايلك. يعني الاكس 9 سي جاي بشاشه اموليد فول اتش دي بلس بحجم 6.78 انش بجوده ال 2700 في 1224 بكسل، يعني انت عندك هنا 387 بكسل في الانش. طب يعني بقى قشطه، يعني انا اتلخبطت في الحته دي. هنا الشاشه 1.5 كي مش فول اتش دي بلس، فدي حاجه جامده جدا يعني. وكمان تدعم المليار لون، وكثافه البكسلات هنا 437. وبالمناسبه يعني شاشه منحنيه شويه من الاطراف بس قليل يعني. والحقيقه ان دي كثافه بكسلات محترمه جدا، والاجمد من كده ان نسبه استحواذ الشاشه 90.7%، وزي ما انت شايف حواف الشاشه هنا قليله جدا ومحترمه وتنافس الفئه السعريه دي. والشاشه داعمه لل 120 هرتز مع سطوع بيوصل ل 4000 نتس تحت الشمس، والرقم الواقعي هنا بيبقى مناسب جدا ومرضي ومنافس الفئه السعريه دي. ومعدل تعتيم الشاشه هنا 3840 هرتز، وكل ما الرقم ده يبقى اكبر يبقى الشاشه هنا مريحه للعين اكتر. والحقيقه ان دي احد نقاط القوه اللي في الشاشه هنا، والرقم ده مش هتلاقيه في اي حته تانية، اللي هو رقم التعتيم 3840 هرتز. نروح للمعالج هنا، واللي جاي من كوالكوم سناب دراجون 6 جين 1 بتكنولوجيا تصنيع 4 نانومتر مع جي بي يو ادرينو 710. وعندي تعليق مهم مع المعالج هيفرق معاك، لكن اركنه دلوقتي وتعالى نشوف الكاميرات. صحيح انا مش هقول لك اعمل لي لايك، لان لو الفيديو عجبك انت هتعمل لايك لوحدك، بس هو هيعجبك يعني. عندنا كاميرا رئيسيه 108 ميجا بكسل بفتحه عدسه 1.8 والدعم المثبت البصر الحقيقي الاو اي اس. كاميرا ثانيه 5 ميجا بكسل بفتحه عدسه 2.2 ودي للالترا وايد التصوير الواسع. والكاميرا الرئيسيه 16 ميجا بكسل بفتحه عدسه 2.5. موبايل بيصور فيديو 4K 30 فريم و1080 30 فريم، وال4K هنا للكاميرا الرئيسيه مش السيلفي، ودي كمان نقطه لسه هنتكلم فيها. اداء الكاميرات هنا بالنسبه للصور والفيديوهات اللي بتطلع من الكاميرا الرئيسيه كويسه جدا، مش هتواجه معاها اي مشكله، ولكن لازم تعرف ان دي مش اقوى كاميرات في الفئه السعريه دي. والكاميرا الالترا وايد هنا جوده الصور تطلع منها مش احسن حاجه، وتعتبر كده موجوده عشان تبقى موجوده. والكاميرا السيلفي بتطلع صور مقبوله ولكن ما بتصورش 4K، ودي حاجه غريبه جدا ان موبايل بالسعر 20000 جنيه وما بيصورش 4K بالكاميرا السيلفي. ونروح هنا لاحد اهم واقوى المميزات اللي موجوده في الموبايل هنا، وهي البطاريه والشحن. الاكس 9 سي بيجينا ببطاريه 6600 ملي امبير مع شحن سريع 66 واط. مهما كان استخدامك تقيل للموبايل فالبطاريه هتكمل معاك اليوم مستريح، ولما تفصل هتلاقي شاحن سريع ينجزك 66 واط بيشحن تقريبا البطاريه في حوالي ساعه. الموبايل هنا شبكاته قويه محترمه، مش هتواجه معاه مشكله، وعندك سماعات ستيريو وبصمه سريعه تحت الشاشه. ولما نرجع هنا للمعالج اللي جاي بيه الاكس 9 سي اللي هو السناب دراجون 6 جين 1 4 نانومتر، معالج محترم اداؤه مقبول جدا ومش هتواجه معاه اي مشكله. لكن في الفئه اللي موجود فيها الاكس 9 سي كان المفروض يبقى فيه معالج اقوى من كده. ولما تيجي تقارن الاونر مع موبايل تاني من سامسونج زي الجالاكسي اي 35 اللي هو في حدود ال 17000 جنيه لل 256 جيجا مع 8 جيجا رام، تلاقي عندك معالج هنا الاكزينوس ال 1380، معالج محترم جدا وينافس ال 6 جين 1، بل هو افضل منه بفرق مش كبير، لكن من ناحيه الجي بي يو في فرق محترم، والمعالج ده نوعا ما اقوى من ال 6 جين 1 اللي موجود في الاونر. عندك جالاكسي 35 بيصور 4K بالكاميرا السيلفي، وده اللي مش موجود في الاونر. عندك خامات من الزجاج وطبقه حمايه كورنينج جوريلا جلاس فيكتوس بلس، وشهاده مقاومه ماء اعلى اي بي 67، يعني الجالاكسي 35 يقدر ينزل تحت المايه عادي جدا. وجوده الصور والفيديوهات اللي بتطلع من الجالاكسي اي 35 هي افضل من الاونر وتنافس معاه بقوه. ولو مش عايز توفر وعايز تجيب حاجه في
تحت حدود سعر الاونر، فتروح تلاقي عندك هنا الجالاكسي اي 55 اللي تقريبا في حدود ال 21000 جنيه. تلاقي هنا برضو تجربه تصوير فيديوهات وصور افضل بفرق واضح، عندك خامات من الزجاج وعندك فريم من الالومنيوم، ودعم الاي سيم، مقاومه الماء الاعلى الاي بي 67، معالج من اكزينوس ال 1480 وده الاقوى بحبه حلوين من ال 6 جين 1 اللي موجود في الاونر، مع سوفت وير سامسونج القوي جدا ودعمه ل4 سنين تحديثات اندرويد. لكن لازم تبقى مركز معاه هنا عشان تعرف ايه الموبايل المناسب ليك في كل الموبايلات دي. انت لو ما يهمكش اداء المعالج ومش محتاج اقوى معالج، المعالج الموجود في الاونر هو مش عيب لكن مش ميزه. لكن اللي يميز الاونر هنا هتلاقي فيه بطاريه كبيره 6600 ملي امبير، مش هتلاقيها في اي موبايل من الموبايلات اللي انا قلتها دي، وهتلاقي شاحن سريع 66 واط، وكمان الشاحن والسكرينه والجراب موجودين في العلبه مع الموبايل. والنسخه بتاعته 256 جيجا بتيجي مع 12 جيجا رام. هتلاقي حواف شاشه قليله جدا، اقل من الموجوده في الاي 35 والاي 55. الموبايل يستحمل معاك لو بيقع منك كتير، فهو هيقاوم الصدمات اكتر من اي موبايل تاني في الفئه بتاعته. لكن لو يهمك الكاميرات او المعالج فهتروح للجالاكسي اي 35 او تزود شويه وتروح للاي 55، فهتاخد تجربه افضل بكتير. عيب الاونر هنا انه مش جايب خامات من الازاز، ولا جايب فريم من المعدن، ولا دعم للاي سيم، ولا حتى موجود فيه 4K بالكاميرا الاماميه. ركز كويس واعرف احتياجاتك ايه من الموبايل، واكيد هتلاقي موبايل من الثلاثه دول يناسب احتياجاتك. وبس كده. ولو عندك اي سؤال بخصوص الموبايل ده او اي موبايل تاني انزل نورني في الكومنتات وانا هرد عليك. مع السلامه.